إذا كنتم من الناس اللي بتكره البيض المسلوق فبهذا الفيديو رح نعمل طريقتين للبيض كل وحدة أحلى من الثانية. رح تعملوه كل يوم على الفطور، تاكلوا تنبسطوا وأولادكم رح يحبوها لهالطريقة. خليكم معي وخلونا نجهزهم. عندي 6 بيضات مسلوقين. أول طريقة بدي سوي فيها 4 بيضات، ثاني طريقة رح سوي فيها بيضتين. نجيب صحن فاضي وبدنا شوكة. بدي آخذ أول شيء 4 بيضات. بدي أهرسهم على الناعم، تمام؟ لازم ينهرسوا يصيروا كتير ناعمين. وهيك صاروا جاهزين. بدي اياهم بهذا الشكل. بدي انزل فوق بحبة فلفل مقطعة على الناعم وحبة بصل اخضر كمان مقطعة على الناعم. بدي ملح وفلفل وبدي شوية بابريكا حلوة ورشة بسيطة من الشطة. ما بدنا اياها تصير حدي، بتعطينا هيك لدعة بسيطة جدا، بتعطينا هيك شيء ظريف يعني. وبخلطهم ببعض وهيك صاروا جاهزين. هلا بدي اخذه على النار ونعمل فيهم احلى اختراع. نجيب مقلايتنا الظريفة وبنجي على الغاز. تفضلوا لعنا. بدي انزل فوق بمعلقتين زبدة وبدي انزل البيض. بدي احط جبنة موزاريلا شي بسيط حركن جوا البيض. وبدي انزل باقي جبنة الموزاريلا حطها على الوش. وعندي 4 قطع توست محمص، تمام؟ بدي احطهم فوقهم. انتو استخدموا التوست يلي بتحبوه. هيك صارت عندي جاهزة. بدي اغطي فوقها واتركها يعني 6 7 دقايق. كنا مفكرين الكاميرا شغالة عم نصور وعم نحكي معكم، ولا تفاجأ انه مطفية. هلا هدول البيضتين اللي ضلوا كمان هرستهم على الناعم وحطيت فوقهم ملح وفلفل، تمام؟ بدي انزل فوقهم بشوية مايونيز. هيك بكفي كمان شوي. وبدها شوية خردل. هيك بكفي. حطلنا شوية شطة كمان، هيك بكفي. وبنخلط. عندي هون حبتين توست محمص. هلا هون انا استخدمت توست اسمر، هنيك استخدمت ابيض. يعني انتوا اللي بتحبوه، ما انا وصفي والله بالمقادير وكذا، اللي بتحبوه على الرغبة. بدي احط شوية مايونيز. مهم. ما كفتنا هاي، نحط كمان شوي. مهم. هيك اتوقع صارت بتكفي. بدي احط فوقهم خس، لأن انا هون مستخدم خس كابوتشي، تمام؟ هذا الخس انا بحبه اكثر من العادي. كمان بيستخدموا اللي بدكم اياه يعني. وبننزل الخلطة اللي عملناها السحرية فوقن. ومنزينها بحبتين بندورة كرزية هيك من فوق. وهاي التانية كمان صارت جاهزة. شوفوا ما اخذوا معي تقريبا الوصفتين، ما اخذوا 5 دقايق 6 دقايق هيك شيء يعني، ما اخذوا وقت. بس بعد ما حضرتهم هاي اخذت على النار تقريبا 5 دقايق، وهاي ما اخذت وقت يعني، شيء بسيط. هذا شو؟ بيض مسلوق. بيض مسلوق طلعنا منه هذا الاختراع. ان شاء الله هيك رح يعجبكم بس تجربوه. خلونا احنا ندوق ونعطيكم رأينا. نقول بسم الله. ما لها علاقة بالبيض المسلوق، لا من قريب ولا من بعيد، ما فيها طعم بيض. يعني هيك شيء كتير رواق. بتشهي والله. هاي كتير طيبة، جربوها. هلا نشوف الثاني كمان نعطيكم رأينا. بسم الله. طيبة بس هي أطيب يعني. هاي هيك طعمتها أخف، تمام؟ هاي دسمة. الثانية اللي فيها جبنة دسمة. هاي خفيفة هيك لايت. يعني قادرين تعملوا الوصفتين. الناس اللي بتحب الدسم عندكم بالبيت بياكلوا هاي، راح تعجبهم كتير. الناس اللي بتحب هيك الأكلات الخفيفة هاي راح تعجبهم كتير. يلا سلام، نشوفكم فيديوهات جديدة إن شاء الله.